أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس التسويق من الصفر. النهاردة هنتكلم عن الإعلان، وده جزء مهم جدا لأي بيزنس عايز ينجح. الإعلان هو اللي بيخلي الشركات توصل لعملائها وتوضح ليهم مميزات منتجاتها أو خدماتها، وده اللي بيزود المبيعات وبيخلي الناس ترتبط بالعلامة التجارية. هنعرف مع بعض أهم استراتيجيات الإعلان، إزاي تحدد جمهورك المستهدف، وإزاي توصل رسالتك بشكل مؤثر وصحيح. تابعوا معانا عشان تعرفوا إزاي الإعلان الصح ممكن يعمل فرق كبير في نجاحك. الإعلان advertising هو الأداة والوسيلة الأشهر في مجال التسويق والدعاية، وببساطة شديدة صاحب المنتج محتاج يعرف الناس بمنتجه الجديد أو يديهم معلومات عنه ويقنعهم بيه، فبيبدأ يحدد المستهدفين من منتجه وأماكن تواجدهم، ويبدأ يدفع فلوس عشان يحط رسالته الإعلانية في الأماكن دي. في شوية خطوات وقرارات مهمة بتفكر فيها الشركة وهي بتعمل الإعلان، من أهمهم دراسة الشريحة المستهدفة Target Market، تحديد أهداف الإعلان Ad Objectives، تحديد الميزانية المطلوبة Ad Budget، استراتيجية تنفيذ الرسالة الإعلانية Message Execution Strategy، تحديد الوسيط الإعلاني Media، شراء المساحة الإعلانية Advertising Space، تقييم النتائج Campaign Evaluation. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن أول نقطتين، دراسة الشريحة المستهدفة وتحديد أهداف الإعلان. والبداية هتكون مع دراسة الشريحة المستهدفة Target Market. أهم وأول خطوة الشركة بتاخدها وهي بتطور الإعلان إنها تفهم وتعرف وتقرر لمين هتوجه رسالتها الإعلانية. والخطوة دي مش بس هي أهم خطوة في تطوير الإعلان، لكنها أهم وأول خطوة في التسويق عموما. وده كان عملي لما شفنا إن الشركة محتاجة قبل ما تحط إيدها في الاستراتيجية وتنفيذها إنها تقسم سوقها وتختار الشريحة الأنسب ليها عشان توجه ليها الرسالة التسويقية. لما الشركة تفهم الشريحة اللي هتنزل لها الإعلان، هتقدر تقلل الاختلاف في الدايرتين، دايرة مرسل الرسالة الإعلانية ودايرة المستقبل، زي ما شفنا في جزء الاتصال في فيديو سابق. لو ما شفتش الفيديو ياريت ترجع وتشوفه. وده هتطبقه بإنها تكتب وتطور إعلانها برسالة قريبة من ثقافة وتاريخ ومفاهيم وروح الشريحة المستهدفة اللي هتشوف الإعلان. حاول تلاحظ الفرق بين إعلانات مساحيق الغسيل والسمنة والزيت وإعلانات السيراميك والشوكولاتة والعربيات. السؤال هنا، ليه ما تخليش كل الإعلانات بنفس المستوى والإبداع والابتكار؟ الفكرة في الإعلان غالبا مش بتبقى الإبداع والابتكار فيه بقدر ما بتبقى هل الإعلان ده في شكله الحالي هيناسب الشريحة المستهدفة ولا لأ. وبالتالي هتلاقي فرق كبير في فكرة الإعلان وتصميمه وتنفيذه ما بين إعلان إريال اللي كان بيوجه رسالة للست البسيطة الفلاحة ويقول لها هتوفري كام قرش في الكيس، وما بين إعلان سيراميك أو تكييف، وطبعا دول في وادي، ومنتجات الشباب زي المشروبات الغازية والملابس في وادي تاني خالص، وهكذا. دلوقتي هنتكلم عن تاني خطوة من القرارات المهمة اللي بتفكر فيها الشركات وهي بتعمل الإعلان، تحديد أهداف الإعلان Ad Objectives. تاني قرار الشركة بتاخده في الحملة الإعلانية وأول خطوة عملية حقيقية عشان تنفيذ الإعلان أو الحملة الإعلانية هي تحديد أهداف الإعلان. وده بيبقى بناء على الخطة التسويقية واستراتيجيتها وبرامجها، وعلى دراسة الشريحة المستهدفة اللي هتستقبل الرسالة الإعلانية. وفي الحالة دي بيكون الإعلان عنصر مكمل للخطة والاستراتيجية التسويقية مش منفصل عنها. الإعلان بيتظلم كتير لما الشركات ما بتفهمش إيه هي أهداف الإعلان عموما، ومتخيلة إن الإعلان لوحده هو الحل السحري عشان يزود المبيعات والأرباح. والفهم ده قاصر جدا، لأن الإعلان في حد ذاته لوحده ما يقدرش يزود الأرباح، ولو زودها بتكون زيادة مؤقتة أو وهمية. وده ببساطة لأنك لما تفهم الإعلان كويس هتلاقي إن وظيفته الأساسية اللي يعرف يعملها بكفاءة ما يعرفش ينافسه فيها أي عنصر تاني من عناصر الدعاية، الوظيفة دي هي إنه بيبني اسم قوي للمنتج في أذهان الناس، Brand Awareness. أما بقى هدف المبيعات والأرباح بيبقى هدف تسويقي بيتحقق بالإعلان وبالعناصر التانية غير الإعلان، زي مثلا عروض البيع. عموما أهم أهداف أي إعلان، رقم 1 الإخبار Informative. وهدف الإعلان هنا إنه يعرف الناس بوجود المنتج، إيه استخداماته وإزاي تستخدمه، تصليح صورة سيئة أو إشاعة عن المنتج أو الشركة، وكمان تعريف الناس بأماكن توزيع المنتج أو سعره. تاني هدف من أهداف الإعلان الإقناع Persuasive. وهدف الإعلان هنا هو إقناع الناس إنها تشتري المنتج وتدل غيرها على الشراء، أو تحول من استخدام منتجات المنافسين لمنتج الشركة. وده بيتم بأي طريقة أو أسلوب المعلن بيستخدمه في الإعلان، ودي الأساليب اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل في طرق تنفيذ الرسالة الإعلانية. انتظرونا. ثالث هدف التذكير Reminder.
وده الهدف الإعلاني اللي بيجاوب على حيرة كتير من الناس وبيفسر لهم ليه شركات عملاقة زي بيبسي وكوكاكولا ومرسيدس وغيرهم بيعملوا إعلانات وبيصرفوا عليها ملايين سنويا. ببساطة هدف أي إعلان هو إنه يربط ويأكد على الربط ما بين منتج معين وخصائص ومزايا وانطباعات ذهنية في عقول الناس. وعشان الاستراتيجية دي تنجح محتاجة عدد كبير من التكرار، ومحتاجة كمان إن استراتيجية الربط دي ما توقفش طول ما المنتج موجود وعايش بين الناس. هدف التذكير الشهير للشركات بيقول إن الشركة لسه موجودة وقوية، وده وسط المنافسين اللي بيحاولوا ياخدوا السوق منها. وكمان الإعلان التذكيري دوره قوي جدا في إقناع الموزعين إنهم يستضيفوا المنتج عندهم، لأن في حرب التوزيع اللي اتكلمنا عليه في جزء التوزيع عرفت إن الموزع بيفضل منتجات الشركة اللي بتعمل إعلانات وبتوصل لعدد كبير من الناس، لأن طبيعي هو عارف إن الإعلان بيخلق طلب على المنتج، وبالتالي الناس هتدور على منتجات الشركات دي عنده. طيب لو الشركة عملت منتج جديد وطورت له خطة كاملة باستراتيجية وبرامج تسويقية، محتاجة دلوقتي عشان تحدد طريقة واستراتيجية الإعلان للمنتج الجديد إنها تعرف هي فين بالظبط في ذهن العميل عشان تعمل له إعلان يناسب المرحلة اللي هو فيها. وكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا أكتر عن إزاي تقدروا توصلوا رسالتكم لجمهوركم بطريقة فعالة. ما تنسوش تتابعوا الجزء التاني لأن في معلومات مهمة جدا عن باقي القرارات المهمة اللي بتفكر فيها الشركات وهي بتعمل الإعلان. شكرا لكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.